أليس المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العراق قال السنة إخوتنا بل أنفسنا، وأصدر تلك الوثيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين، وأوضح لهم القيم الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعتبره وهو داعش. أكيد لاحظتوا 10 صفحات 20 نقطة. كيف تتعاملون مع أعدائكم؟ وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب؟ ولا أريد أخوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا، وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب، هذول مقاتلين ضالين مفسدين، أما مو نواصب. بل قد أضيف شيئا أن للإمام الراحل السيد الخوئي رأيا وقد يناقشه الآخرون، هذا حقهم، في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب،